انا بتمنى من كل الناس اللي عندي هون بتمنى انه ما حدا يقول كلامي بطريقه مش منيحه. نحن اخوات وما في داعي لهي اللغه البشعه اللي نحكي فيها مع بعض. يعني مثل ما عم بحكي انا بتمنى انتم تحكوا كمان. انا مش عم بحكي هيك لانه والله انا على لا، انا عم بحكي هيك لانه انا بحكي هيك بطبيعتي، يعني بهي الطريقه. فبتمنى كمان انتم نفس الشيء تكونوا على حدود الادب وملتزمينه، يعني لانه بالنهايه نحن اخوه برجع بقول. وبتمنى انه ما يتأول كلامي انه انا تابعه لطرف ولا انا مش تابعه لحدا. انا تابعه لبلدي، انا تابعه لبلدي وتابعه للسوريين فقط. شو ما كان جنسهم، شو ما كان نوعهم، شو ما كانت اتجاهاتهم وانتماءاتهم، بالنهايه انا اللي بيهمني هو اخي السوري، ما بيهمني شيء ثاني بالعالم. شو ما كان اخي السوري اللي هو اخي، هذا خلق انا وياه، خلقنا بنفس البلد. يعني مثل واحد مثلا بيقول له شو جابرك بهذا الزلمه، بيقول له خيي من امي وبيي، خيي مجبور فيه. وانا نفس الشيء، كل السوريين اخواتي وكل السوريين نحن مجبورين فيهم، شو ما كان نوعهم، شو ما كان دينهم، شو ما كانت طائفتهم. والله ما بعرف شو بدي اقول، بس عم بحكي من كل قلبي. يعني بتمنى الناس تفهم علي، بتمنى انه ما تفكر انه ايه فنانه وشو. بالنهايه صحيح انا فنانه، بس انا كمان انسانه، انا مواطنه سوريه ولي الحق اني انا اقول رايي، لي الحق اني احكي مع اولاد بلدي، لي الحق اني اقول لهم انا شو عم فكر، شاركهم افكاري، شاركهم من حياتي. يعني والله العظيم انا بس بدي اقول لكم، يعني سافرت كثير ورحت كثير وجيت كثير، شفت انا العالم ارائها كلها على الاطلاق بمختلف انحاء العالم. نحن مشكلتنا الوحيده انه نحن عم نخلي العدو بس يعني يتقوى ويقوى من نحن مقاتلتنا لبعض. خلص نحن هلا بس نحب بعض، نحب بعض حتى لو انه ما لنا كثير رضيانين يا اخي، نحب بعض. هلا نحب بعضنا، يعني بيقولوا انا واخي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب، عرفتوا؟ فهذا المثل كثير صح. فبتمنى يعني نحن كلياتنا هلا نكون انا واخي وابن عمي كلياتنا سوا على الغريب بس. يعني في حدا كتب لي اول مره بتحكي حكي حلو مو علاق فاضي كالعاده. اول شيء انا بعتذر، انا ما بحكي علاق فاضي، بس كمان انا بدي اياكم تقدروا شغله، انه انا مو كل الاوقات فيني يكون فرح فروحه، مو كل الاوقات، لانه انا بالنهايه كمان لازم ناخذ بعين الاعتبار انه انا فنانه، اولا فنانه لكل الناس. يعني وعفوا يعني مش كل الناس عندها مشاكل ببلدها السياسيه مثل ما نحن عنا اياها، يعني ما كثير رح يقدروا يفهموا انه فنانه وعم تحكي بهي الطريقه. فعمليا بحاول قدر الامكان اني اكون متوسطه، يعني ما يعني بس هالمره لا 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 لا، هذا هلا يعني هذا بس يعني مع احترامي لكل الموجودين، ولكن هو خاص اكثر شيء لاخواتي السوريين والعراقيين. يعني ما بقول لكم غير انه من كل قلبي انا بحبكم، ومن كل قلبي الله يحميكم، ومن كل قلبي الله يرجع السلام والمحبه والموده لقلوبنا، لانه عن جد حلا بقى. يعني والله يعني عن جد والله حرام. يعني في عالم كثير بتقول انه هالاطفال اللي عم بتموت وكذا، حدا بيلوم المعارضه وحدا بيلوم الدوله والحكومه وحدا بيلوم. لا لا لا، هدول الاطفال عم بيموتوا لانه نحن مش عم نتفق، لانه نحن ما عم نعرف نحط ايدينا بايدين بعض على الغريب. انا بعتذر، يمكن كلامي كثير يعني ما بعرف، يمكن اندم بس عم بحكي اللي بقلبي. بالنهايه انا كمان سوريه يعني. أنا كثير بعتذر، بس 6 سنين يعني ست سنين
سنين ونحن كابتين. 6 سنين انا تحديدا، يعني 6 سنين وانا كابتة كتير 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 كتير. ما بعرف شو بدي اقول. اذا حكيت هيك اخواننا من الموالات بيتضايقوا مني وبيزعلوا مني، واذا حكيت هيك اخواتنا بالمعارضة كمان بيتضايقوا مني وبيزعلوا مني. ما بعرف شو احكي، ما بعرف شو اعمل. بس هلا انا بدي احكي، يعني انا ما عاد فيني اتحمل. انا بغربه، وانا كل يوم يعني صرت على الفيسبوك عم بعمل انلايك لصفحات وعم بعمل انفريند لرفقات من وراء انه انا كل يوم عم شوف شيء ما بعد اقدر اتحمل صدقا. يعني انا كثير بعتذر، انا حاولت اني امسك حالي قد ما بقدر، بس يس يعني خلص ما بعرف انا شو بدي اقول. بس بدي اقول شغله واحده، انه عن جد حلا تخلص هالحرب، حلا والله. يعني تعبنا كثير كثير كثير. هالاطفال اللي عم بتموت، هي الاطفال اللي عم تنشال من تحت الانقاض ومن كذا. كل العالم بتصير بتلوم بعضها، شي بيلوم المعارضه وشي بيلوم الموالاه. اذا بتريدوا ما حدا تلوموا حدا. نحن المشكله انه نحن ما عم نتفق، بس نحن ما عم نتفق، نحن بس عم نتخانق وعم نخلي كل العالم تضحك علينا. بس يا اخي طب اوكي، انت معارض ما بتحب الموالي، وانت موالي ما بتحب المعارض. يا اخي طب بس هلا يعني انه ما فهمنا ما بتحبوا بعض، بس انه حطوا ايديكم بايدين بعض. اخوات انتوا هلا، يعني تعاونوا مع بعض، طالعوا الغريب اللي بيناتكم، بعدين تخانقوا لحالكم، بعدين اعملوا اللي بدكم اياه، ضبطوا اموركم بعدين لحالكم. بس هلا هذا اللي عم بيصير. يعني انا بعتذر، بس انا برجع بقول لكم انا كمان مواطنه سوريه، وانا الي صوت كمان، من حقي احكي وبدي احكي، وصوتي لازم ينسمع، ولازم كل العالم تسمع، ولازم كل العالم تحترم هذا الشيء. بالنهايه نحن لازم والله بس نحب بعض، والله العظيم. يعني انا واخي وابن عمي لازم نحط ايدينا بايدين بعض وخلص خالصين. يعني انا يمكن اندم على هالبث المباشر، بس انا ما رح شيله، ما رح احذفه، لانه عن جد عم بحكي من كل قلبي، يعني بدون اي، يعني عم بحكي معكم فرح يوسف، فرح السوريه، فروحه طالبه الجامعه، عرفتوا؟ هاي مش فرح الفنانه، مش فرح ارب ايدل، ومش حدا، مش اي حدا. عم بحكي معكم كاختكم ورفيقتكم وبنت بلدكم وعربيه مثلكم. اذا بتريدوا بس هلا يعني انه كل العالم بس بطلوا لوموا بعض، بطلوا كل واحد يلوم الثاني. اذا بتريدوا والله ما نطلب كثير قاسي. يعني بعد ما تخلص هالامور، وبعد ما نطالع هالغريب الابن الحرام اللي بيناتنا، بعد ما نطالع هالعدو تبعنا هذا، بعد ما نطالع هدول الناس المجرمين من حياتنا، وقتها خلص نحن بنلاقي وقت وبنتفق. يعني أنا بس بدي أقول شغلة، الله يحمينا، الله يحمي سوريا، الله يحمي كل سوري، والله يعطي القوة لكل سوري عايش بالغربة، لأنه أنتم ما بتعرفوا قديش وضع السوريين صعب بالغربة، ما بتعرفوا قديش صعب، قديش يعني الواحد فيهم عم بيموت 100 موتة لحتى يقدر يعيش بكرامة، لحتى يقدر يتعلم. لكن السوريين بيروحوا، يعني شوفوا السوريين صاروا بكل بقاع الأرض، بس شوفوا وين ما في سوريين عم بيصير في شيء حلو. نحن شعب كثير ذكي، نحن شعب متعلم، نحن شعب 8000 سنة حضارة، نحن اللي وردنا العلم للناس، نحن طلعت من عنا أول أبجدية، طلعت من عنا أول مقطوعة موسيقية، أول آلة موسيقية بالعالم طلعت من عنا من سوريا. الله يهدي الحال، الله يهدي الأمور، الله يحمينا ويحميكم، الله يحمي كل عائلة بسوريا وبرات سوريا، الله يحمينا كل اخواتنا العرب، والله يطالع من بيناتنا كل الوسخين، الله يطالع من بيناتنا كل الوسخين، حتى العرب الوسخين منهم، هدول اول العالم. بحبكم كثير، وانا بعتذر مرة ثانية، بعتذر على صراحتي، بعتذر انه عم بحكي بشكل مباشر كثير، يمكن اول مرة، بس انه عن جد يعني عن جد ما عاد اقدر اتحمل. انا انسانيتي ما عاد تسمح لي، يعني انسانيتي ما عاد اقدر، ما عاد يعني انه ما عاد اقدر والله انه انا مثلا اشوف شيء ارجع والله افتح الفيسبوك وارجع احكي معكم وابتسم واعمل حركات، هي انا ما عاد فيني عليها وحياة الله. انا تعبت، هلكت، وبعتذر كثير. انا ما عم بقرا ولا كومنت، لانه بدي احكي كل
كل شيء بقلبي وخلص. وبتمنى انه اذا اي كلمه طلعت مني ضايقت اي حدا انا بعتذر عنها، وبتمنى انه ما يزعل مني، وبتمنى انه ما حدا يفهمني غلط. بتمنى تفهموا انا شو عم بقول ومن اي منطلق عم بحكي. بحبكم كثير وادعوا لي، والله يوفقنا كلياتنا، والله يحمي بلدنا سوريا، والله يحمي كل سوري وكل روح سورية موجودة على هالأرض. تصبحوا على خير.